ازيكم عاملين ايه؟ في حيلة ذكية قوي عقلنا بيلجأ لها لما بيكون حاسس ان احنا داخلين على مواجهة صعبة، مواجهة نتيجتها بغض النظر في صالحنا او مش في صالحنا هي تبقى مصدر ألم بالنسبة لنا. عقلنا بقى يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يقول لنا اجلد ذاتك. ابتدي اقول انا ايه؟ انا اصلا شخصيه فاشله، انا اصلا ضعيفه، انا اصلا مش قد ان انا اعمل حاجه، انا هتنيني طول عمري كده. وابتدي اجلد في ذاتي اجلد في ذاتي اجلد في ذاتي وانا واقفه محلك سر ما بتحركش. مش بجلد في ذاتي مثلا اقول لا خلاص من بكره هعمل كذا، او من بكره هعمل واحد اتنين تلاته. لا لا، انا بجلد في ذاتي وفي نفس الوقت واقفه محلك سر. دي حيله عقلك بيهرب بيها من الواقع اللي انت المفروض تواجهه. وحتى احنا نلاحظ ان الموضوع دوت مثلا لو جينا طبقناه على احداث غزه دلوقتي، تسمع ناس كتير اللي مش قادره على فكره المقاطعه تقول لك ايه؟ هي هتعمل ايه؟ احنا اضعف اصلا من ان احنا نعمل حاجه، احنا امه ضعيفه، ربنا ياخدنا بقى عشان نستريح. هو مش قادر يستغنى عن كان البيبسي اللي بيشربه الصبح، وهي مش قادره تستغنى عن النسكافيه اللي بتشربه. فخلي بالك لو لقيت عقلك بيهرب من اي وجهه او اي تحدي بجلد الذات، ده نوع من انواع الهروب.